ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره كل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم تنسان مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله. يعني مش زي ما انتم متعودين، مفيش اضاءه مفيش ستاند مفيش الكلام ده كله، لان انا في معسكر عندي ماتش مهم مع الصعود لترقي دوري المحترفين بكره. بس لأهمية الفيديو يعني فقلت لازم اعمل لكم الفيديو ده وانزله لكم النهارده عشان اللي عايز يلحق يروح، لان الاختبارات مهمه جدا، وهي اختبارات نادي وادي دجله. ناس كتير كانت بتسأل عليها، وهتبدأ في المحافظات، خصوصا ان في محافظات كتير مظلومة ما بيجيلهاش اختبارات. فانا شايف ان الفيديو ده مهم، لان الاختبارات دي مهمة وناس كتير استفاد منها. فقلت اعمل لكم الفيديو كده سريعا سريعا وارفعه لكم بحيث الناس كلها تستفاد منه. بس قبل ما نقول التفاصيل وقبل ما نقول اي حاجه، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه. ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده، اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ولو ليك صاحب مهتم بنفس المحتوى اعمل له شير عشان نستفيد زي ما انت تستفاد بالظبط، وكمان عشان الوقت قصير يلحق يعرف الفيديو ويلحق يروح الاختبارات، عشان ممكن يكون ده فتحة خير عليه، وتبقى انت سبب وانا سبب ان ربنا يكرمه ان شاء الله. من غير كتير يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. نادي وادي دجلة عامل اختبارات بس هيعملها في المحافظات. هو بادئ من محافظة واحدة، وهي محافظة أسيوط في الصعيد، وهيبتدي بعد كده يعمل اختبارات في باقي المحافظات. بس اللي هنتكلم عليه دلوقتي وهي اختبارات نادي وادي دجلة في أسيوط. الاختبارات مجانا من دون أي مقابل وبدون حتى استمارة، يعني هتروح تختبر من غير ما تدفع ولا شيء. الاختبارات إن شاء الله هتبقى في فرع نادي وادي دجلة، فرع نادي وادي دجلة اللي في أسيوط. هتبقى على 3 ايام، منهم اول يوم النهارده. ده للاسف انا ملحقتش انزل لكم، وهو كان مواليد 2006. كان النهارده. هيبقى في 3 مواليد هيعملوا بكره وبعده، مواليد 2007 و8 و9. ايه التفاصيل بالظبط؟ بكره باذن الله اللي هو يوم 11/3 باذن الله هتبقى اختبارات مواليد 2008 و2009. مواليد 2008 هتبقى من الساعه 9 صباحا، ومواليد 2009 هتبقى الساعة 4 مساء. مواليد 2008 هتبقى الساعة 9 صباحا، مواليد 2009 هتبقى الساعة 4 مساء. طب يوم الأحد هيبقى إن شاء الله بإذن الله الساعة 9 صباحا. دول مواليد 2007، مواليد 2007 يوم الأحد الساعة 9 صباحا. وهسيب لكم برضو رقم عشان لو عايز تستفسر عن اي حاجه، رقم كابتن بسام. لو عايز تسال عن اي حاجه او تستفسر عن اي حاجه، لو هتروح، لو انت من محافظه قريبه من اسيوط وهتروح المشوار ده كله، تسال عن كل التفاصيل عشان ما تروحش على الفاضي، او تروح المشوار ده ويبقى ناقصك حاجات ممكن تبقى محتاجها. رقم كابتن بسام 012 7 4 وحيد 3 6 3 012 7 4 وحيد 3 6 3. لو محتاج اي حاجه ممكن تكتب لي في الكومنتات تحت ارد عليك على طول. لو عايز اي حاجه او تسالني في حاجه اطول شويه ممكن تبعت لي فولو على انستجرام وتكلمني ارد عليك باذن الله. يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم اسلام مصطفى، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله من قناه يوميات لاعب كره القدم. والسلام عليكم.